ازيكم عاملين ايه؟ مين فينا مش بيحب المعجنات الصبح على الفطار مع كوباية شاي؟ اكيد كلنا بنحب المعجنات. علشان كده عملت لكم النهارده وصفة معجنات هايلة جدا جدا بعجينة ناجحة جدا جدا، عملناها مع بعض قبل كده. هنعملها النهارده بطريقة مختلفة. ان شاء الله المعجنات هتفضل طرية معانا لاكتر من يوم. شايفين طرية ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلبه البيت كله. يلا بقى بينا نشوف الطريقه ونشوف المكونات مع بعض. بس قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. ومقاديرنا هتكون عباره عن كوبايه لبن دافي، كوبايه زبادي، معلقتين كبار خميره، معلقتين كبار لبن بودر، معلقة كبيرة سكر، وبياض بيضتين، والصفار هندهن بيه الوش، ونص كوباية زيت. وهنقلب كويس ونسيب الخميرة 10 دقايق لحد ما تتفاعل، ونرجع تاني مع بعض. وبعد ما الخميرة تفاعلت معانا هنضيف معلقة كبيرة خل، 5 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات يكون نوع كويس، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. هنقلب كويس المكونات مع بعض لحد ما العجينة تشكل معانا. عايزة اقول لكم ان انا المفروض معلقة الخل دي كانت تتحط في الاول مع المكونات السايلة، بس انا نسيت. انتوا حطوها. شايفين بعد ما العجينة لمت معايا هنرش رشة دقيق بسيطة على الرخامة، ونبتدي بقى نعجن كويس العجينة بتاعتنا بالشكل ده. العجينة دي بتكون لينة شوية وبتكون بتلزق شوية في الايد. ما تحاولوش تشدوها بالدقيق علشان العجينة تبقى ناجحة معانا ونحصل على معجنات طرية جدا. بعد ما العجينة اتلمت معايا كده هجيب البولة اللي انا عجنت فيها، عليها نقطة زيت بسيطة، وهنحط فيها العجينة ونسيبها تخمر في مكان دافي مدة ما تقلش عن ساعة حسب درجة حرارة المكان عندكم. نغطيها بقى كويس ونسيبها ترتاح. بعد ما العجينة خمرت معايا، شايفين عليت ازاي؟ عايزه اقول لكم طريه جدا جدا، وبجد من انجح انواع العجاين اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين عامله ازاي؟ هنبتدي بقى نشكلها كور متساويه، يكون حجمها وسط صغير. ما تحاولوش تكبروها عشان هي لسه بتخمر تاني بالشكل ده. عايزه اقول لكم العجينه دي عملت معايا حوالي 28 قطعه. ممكن بقى انتوا تعملوها اكتر اقل حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. اهم حاجة تكون القطع كلها متساوية عشان كله يبقى قد بعضه. بعد ما شكلنا كل العجينة هنغطيها بقى ونبتدي نشكل. هنبدأ بأول كورة احنا بدأنا بيها. عندي النهاردة نوعين من الحشوة. اول حاجة جبنة بيضة، اي نوع جبنة انتوا عايزينه، اهم حاجة يكون المية بتاعتها قليلة. هنفرد العجينة كده بالشكل ده على شكل مستطيل، ونحط جزء من الجبنة عليها رشة حبة البركة، ممكن تستغنوا عنها بس هي بتدي طعم حلو. وهنقفل كويس العجينة بالشكل ده علشان الحشو ما يطلعش منها في الفرن. وهنقطع بقى بالشكل ده بالسكينة. مع كل قطعة هنقطعها بنغمس السكينة في دقيق علشان ما تلزقش معانا. وهنلف كده بالشكل ده، وهنقفل العجينة من ورا كويس عشان ما تفتحش معانا لسه في التخمير وفي الفرن بالشكل ده كده. هنعمل واحدة تانية. عايزة اكلمكم شوية عن العجينة. بالنسبة للدقيق البودر ممكن نستغنى عنه.
بس هو بيدي هشاشة للعجينة. بالنسبة للخل والبيكنج باودر دول محسن طبيعي، ما تحاولوش تستغنوا عنهم لانهم بيطروا العجينة جدا جدا. شايفين بنقطع العجينة ازاي، وبنغمس السكينة في الدقيق علشان ما تلزقش معانا لان العجينة طرية قوي. وهنلف كده بالشكل ده ونقفل كويس من ورا. طبعا احنا بنرصها في صينية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت. دي تاني حشوة معانا ميكس جبن. هنشكل بقى واحدة تانية مع بعض. بنسيب مسافة طبعا بين كل واحدة والتانية في الصينية. بالشكل ده كده. بنقفل كويس ونقطع العجينة كده ونلفها ونقفلها كويس من تحت بالشكل ده. وبعد ما خلصنا اول صينية معانا هنغطيها بقى ونسيبها تخمر شوية حوالي 10 دقايق لحد ما تتضاعف شوية. شايفين بعد ما تضاعفت معانا ندهنها بقى بخليط الدهن صفار البيضتين وعليهم معلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة لبن. هندخلهم بقى فرن ساخن على الرف اللي في النص، هتقعد حوالي تلت ساعة. وشايفين ده شكلها بعد ما طلع من الفرن. وسبناها ترتاح حوالي نص ساعة قبل ما نطلعها. طبعا هي قعدت في الفرن تلت ساعة على درجة حرارة 200. شايفين طرية قد ايه. هستناكوا بقى تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.